مشاهدينا، هجوم إلكتروني كبير تعرضت له الفنانة اليمنية بلقيس أحمد فتحي على السوشيال ميديا في الأيام اللي فاتت، لدرجة أنه في ناس طالبوا بحظرها ومقاطعتها نهائياً. والسبب تصريح قالت فيه رأيها بشكل عادي جداً، وجمهورها سمعه وشاف أنه ما يستاهل ردة الفعل العنيفة اللي صارت ضدها. اللي صار هو أنه بلقيس كانت في زيارة لدولة المغرب الأسبوع اللي فات عشان تشارك في مهرجان موازين، وخلال مؤتمر صحفي على هامش المهرجان سألها أحد الصحفيين عن سر غيابها عن مهرجان الرياض. ردت بأنها ما تعرف ليش ما دعوها المسؤولين، وهذا هو التصريح اللي أشعل كل هذه النيران ضدها. ما تصدقون أن هذا هو السبب الوحيد؟ شوفوا بأنفسكم. المشاركات الجوج كانوا في الموسم السابق، هذا العام لم تكن لي أي مشاركة، وفي الحقيقة أنا لا أعرف السبب، فهذا السؤال يجب أن يتوجه للمسؤولين في الموسم ديال الرياض. الله أعلم، لا ما الله أعلم، ما عنديش الإجابة على هذا السؤال، لكن اللي بغيت نقوله فاش كان عند أي شخص سؤال يخص موسم السعودية يوجه السؤال هذا للمسؤولين في الموسم، علما أن أكثر عدد من الناس اللي قد تتابعني في تطبيقات التواصل الاجتماعي وأكثر عدد استماع في جميع منصات الموسيقى تأتي من السعودية. نشطاء سعوديون اعتبروا هذا الكلام إهانة لبلدهم ولمسؤوليهم، وأطلقوا هاشتاج تبليك بلقيس، وطلبوا بمقاطعتها ومنعها من دخول المملكة، وكمان قللوا من موهبتها الغنائية. بالمقابل استغربوا سعوديين ويمنيين من هذه الحملة وشافوا إنها غير مبررة، معبرين عن تعاطفهم مع الفنانة. لكن لعل هناك شيء أكبر تحت السطح، والتصريح اللي لاقته بلقيس ما كان إلا رأس جبل الجليد كما يقال. بلقيس عندها نزاع معروف مع شركة روتانا السعودية للإنتاج الموسيقي حول ملكية عدد من الأغاني، وكمان كثير من المتابعين رجعوا لتصريح سابق للفنانة أعلنت فيه أنها تتعرض للحرب من بعض الشركات والأشخاص. خلونا نستمع لهذا التصريح. خذوا الأغاني حلال عليكم، انشروها في كل مكان، ولا يجي يوم أحد يوقفني، ولا يجي يوم أحد يحاول يقمعني. أتعرض لحروب ومؤامرات الله يعلم فيها، ولا في حياتي تكلمت، ولا في حياتي وجهت أصابع الاتهام، ولا أحب أكون مظلومة. أنا إنسانة زي الخيل مسكرة هنا وهنا وأمشي وأشتغل، ولا علي من أحد. سووا اللي تبغون تسوونه، حاربوني وزيدوا بعد حاربوني، لكن شوفوا بلقيس وين راح توصل. من منصات التواصل الاجتماعي جمعنا هذه العينة من تفاعلات المتابعين مع هذا الموضوع. سلطان الحارثي غرد على إكس بالقول: اللي بيدخل الهاشتاج يراعي ضميره ويحكم بالحق ويشهد بأن هالإنسانة ما جانا منها غير كل حب واحترام وتقدير لجمهورها السعودي، ما عمرها غلطت علينا أو قللت احترام، بالعكس. أيضا طارق إسماعيل قال على إكس: الحملة عليها مبالغ فيها وغير مبررة، هي مبالغ فيها وغير مبررة، هي نفسها تشارك في مهرجان الرياض وهذا حق مشروع لكل فنان. أما جولي فقد كتبت في تغريدة لها: بلقيس عندها مشكلة بالهوية، عشان كذا الناس مو متقبلينها، خاصة بالسعودية، ومو عشان تغريداتها القديمة. ننتقل إلى الفيسبوك وتعليق لنجاة قاسم تدعم فيه الفنانة بلقيس، وتقول: بلقيس فنانة مجتهدة وملتزمة وذكية، وأعمالها كلها رائعة ولها صدى، ومهما حاول الواشون ستبقى فنانتنا وابنتنا الجميلة بلقيس المفعمة بالنشاط والاجتهاد كما عهدناها دائما، وعين الله تحرسك. برأيكم مشاهدينا، هل تستطيع بلقيس تجاوز التحدي الذي تتحدث عنه ومواصلة صعودها الفني؟ أنتظر إجاباتكم في التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي.